لو ما كملتش الفيديو ده للنهاية فانت عمرك ما هتتعلم انجليزي. خليني اسألك سؤال مهم، عمرك وقفت قدام كلمة انجليزية وقلت هو انا ليه مش بعرف اتعلم اللغة دي؟ ليه حاسس انها صعبة؟ طيب اسمعني كويس لان النهاردة معايا السر اللي هيغير حياتك. اهلا بيكم في فيديو جديد. بص، المشكلة مش فيك، المشكلة في الطريقة اللي بتتعلم بيها. اغلبنا كان فاكر ان الانجليزي شوية جرامر وحفظ كلمات والسلام. لا يا نجم، كده عمرك ما هتتعلم. قبل ما أقولك السر خليني أسألك سؤال مهم، ليه الإنجليزي مهم؟ هل علشان الشغل ولا السفر ولا التعليم ولا إنك تبقى شيك قدام صحابك وأهلك؟ لا، الحقيقة إنه مفتاح لعالم كامل من الفرص. كل حاجة دلوقتي محتاجة إنجليزي، النت، التكنولوجيا، حتى الميمز اللي بتشوفها على السوشيال ميديا. فلو لسه متردد افتكر إنك لما تتعلم إنجليزي بتفتح لنفسك باب ضخم للمستقبل أحسن، سواء في شغلك أو حياتك الشخصية. طيب إزاي تتعلم إنجليزي بسهولة؟ ركز معايا. واحد، ارمي نفسك في اللغة. بص، لو عايز تتعلم إنجليزي بسرعة لازم حياتك كلها تبقى عبارة عن إنجليزي، حتى لو أنت مش في بلد أجنبية. هتقولي إزاي؟ هقولك بسيطة، خلي الموبايل بتاعك بالإنجليزي، تابع صفحات ومحتوى بالإنجليزي على السوشيال ميديا، اتفرج على فيديوهات على اليوتيوب بالإنجليزي، جرب تكتب بوستات بسيطة بالإنجليزي. كل ده بيخلي عقلك يتبرمج على اللغة من غير ما تحس. اتنين، اسمع كتير قوي، الودن بتتعلم أسرع من العقل. لو كل يوم سمعت إنجليزي مخك هيبدأ يتعود على النطق واللكنة. اسمع بودكاست بالإنجليزي، اسمع كتب صوتية حتى لو مش فاهم كل حاجة، بعد فترة هتلاقي نفسك بتفهم من غير مجهود. تلاتة، ما تحفظش، افهم. أكبر غلطة إنك تفضل تحفظ كلمات من غير ما تستخدمها. الطريقة الصح، خد كل كلمة جديدة استخدمها في جملة، حاول تكتب قصة صغيرة بيها. كل يوم استخدم 5 كلمات جديدة في محادثة. اللغة مش مجرد كلمات، اللغة أسلوب حياة. 4، اتكلم من غير خوف. كتير بيقولوا أنا فاهم إنجليزي بس مش بعرف أتكلم. الحل، اتكلم حتى لو بتغلط. جرب تتكلم مع نفسك في المراية، سجل صوتك واسمعه. لو عندك صديق بيتكلم إنجليزي خليه يساعدك. شارك في جروبات إنجليزية على الإنترنت. كل ما تتكلم أكتر كل ما مخك هيبدأ يفكر بالإنجليزي أسرع. 5، خد الإنجليزي على جرعات يومية، ما تتوقعش تتعلم اللغة في شهر. السر هو الاستمرارية. كل يوم اقرأ مقالات صغيرة بالإنجليزي، كل يوم احفظ 5 كلمات جديدة، كل يوم اتفرج على 5 دقايق فيديو بالإنجليزي. شوية شوية هتلاقي نفسك بتفهم أكتر وبتتكلم بثقة. وتزود المدة. 6، التكرار هو المفتاح، ما تخليش الكلمة تعدي عليك مرة وخلاص، لازم تكررها أكتر من مرة علشان تثبت في دماغك. اقرأها، اكتبها، اسمعها، قولها بصوت عالي. 7، ما تعقدش نفسك بالجرامر. القواعد مهمة بس ما تخليش ده يعطلك. الأطفال بيتعلموا اللغة الأول، بعدها بيبدأوا يفهموا القواعد تلقائيا. نفس الفكرة معاك، احفظ جمل كاملة بدل ما تحفظ قواعد. خد القواعد على شكل أمثلة مش نظريات. مع الوقت مخك هيبدأ يستوعب الجرامر من غير ما تحس. 8، اقرأ حاجات بتحبها. لو مش بتحب الكتب ما تقرأش كتب، اقرأ مقالات عن الحاجات اللي بتحبها. بتحب الكورة؟ اقرأ أخبار الرياضة بالإنجليزي. بتحب التكنولوجيا؟ تابع المواقع التقنية بالإنجليزي. بتحب الأفلام؟ اقرأ مراجعات الأفلام بالإنجليزي. لما تقرأ عن حاجات بتحبها التعليم هيبقى أسهل وممتع أكتر. 9، اتفرج على أفلام بس بطريقة صحيحة. مش كفاية تتفرج على الفيلم مترجم وخلاص، لازم تطبق طريقة التعليم من الأفلام. شوف الفيلم مترجم عربي، بعدين شوفه تاني مترجم إنجليزي، وبعدين شوفه من غير ترجمة، وقلد طريقة نطق الجمل. هتتفاجئ قد إيه لغتك هتتحسن بالطريقة دي. 10، خليك صبور واستمر. لو بتدور على طريقة سحرية تتعلم بيها في أسبوع مش هتلاقي. السر هو إنك تستمر كل يوم، حتى لو نص ساعة بس. خلاصة الكلام، الإنجليزي مش صعب بس محتاج شوية مجهود وصبر. لو بدأت النهاردة بعد 6 شهور هتشوف فرق رهيب. الأهم من كل النصايح دي إنك تبدأ حالا، والأهم من إنك تبدأ إنك تستمر. جرب اللي قلتلك عليه وقول لي تحت في الكومنتات إيه أكتر طريقة عجبتك. ثواني بقى هنا، لو تفتكر أنا قلتلك في بداية الفيديو لو ما كملتش الفيديو ده للنهاية فأنت عمرك ما هتتعلم إنجليزي. في الحقيقة يا صديقي هو ده أكبر سر، هو إنك لما تبدأ حاجة لازم تكملها للنهاية. بدأت فيديو يبقى لازم تكمله للنهاية، بدأت كورس لازم تكمله للنهاية،
بدأت فيلم لازم تكمله للنهاية، كتاب تكمله للنهاية، هو ده أكبر سر في النجاح، لأنك لو ما كملتش الحاجة مهما كانت صعبة فللأسف أنت كده إنسان فاشل، بس أنت كملت لحد هنا فأنت مش فاشل يا صديقي، وبإذن الله هتتعلم اللغة الإنجليزية وأي حاجة عاوز تعملها في حياتك إن شاء الله هتعملها. عاش أوي يا بطل. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك عشان نوصل لناس أكتر. أشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.